أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أثنى سنتين صح الفضل والعنوان، صح الصيام والعنوان، فديكم ربي شرح بالمزيدين من الأجر والمغفرة. السكي بإذن الله تعالى عن يرسل الحد يرزد روانا الأستاذ الدكتور البروفيسور مسعود يلمس قلنا مدرسة المال والسوسيولوجيا ومدرسة السداوي التيزي والزو أخذ يكمل الدرس يعني ثواشو استعرف 100 أسئلة الحد إن شاء الله أنسفينا نكمل الناس يخدموا في التحديات ديما قرن الرول وشو ديال لا سوسيتي من كلهم. أسنيني الله يسير الشيخ وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إذن الموضوع ديالنا إن شاء الله سوف نواصل فيه هذا اليوم حول النظام الاجتماعي للأسرة في الإسلام والعلاقات الاجتماعية، ونربط دائما هذه المعاني السامية نربطها دائما برمضان، لأن الإسلام كنا عنده تصوره الخاص أو نظامه الخاص فيما يتعلق بالأسرة وبعض الجوانب تاع الحياة الأخرى، وخاصة نظام الأسرة على اعتبارها قلنا الجماعة القاعدية التي تنبني عليها كثير من الأنظمة الأخرى، لا سيما قلنا نظام القرابة، نظام الإرث، نظام النفقة، ونظام الدية. هنا بين قوسين تحضرني واحد الفكرة من القانون المدني الفرنسي الذي أسسه نابليون لما وضع مدونة القانون الفرنسي، القانون المدني الفرنسي سعى فيه بشرح تاع خليل، شرح الدردير على خليل. حوالي 90% بعض الدارسين يقولون 90% من القانون المدني الفرنسي مستمد من شرح الدردير على مختصر العلامة خليل في الفقه المالكي. وهذا الشيخ الدردير معليش باش نذكروا كان عالم، وفي نفس الوقت كان إنسان أبي، إنسان عنده أنفة، عنده كبرياء. يقولوا أن أحد الحكام الأتراك في مصر دخل المسجد يلقاه حاكم المصحف يقرأ في القرآن وما دون رجليه، وما وقفش الحاكم هذا التركي، ولم لم يقوم احتراما لذلك الحاكم أو الأمير التركي. أراد أن يكتشف يتكلم مع الحاشية ديالو، قال مش نقرأوا هذا السيد هذا، قالوا خليوها راهو إنسان بدالي وكذا، قنعوه باش ما يديرونجيش هذا العالم الكبير هذا. بعد راح الدار، بعث له مجموعة تاع عطار، صارت عطار مع واحد السيد حوس يشري الملاحة تاعو، قال له إن الذي يمد ساقيه لا يمد يديه، قالوا لي مد رجليه ما يمدش يديه. إذن هذا العلامة الشيخ الدردير المختصر تاعو الفقه المالكي 90% من القانون المدني الفرنسي الذي وضعه نابليون، واللي من بعد هو الذي انتشر في أوروبا. يعني القوانين المدنية، القانون المدني في أوروبا في جميع الدول الأوروبية كانت اعتمدت بشكل كبير على القانون المدني الفرنسي المستمد من الفقه تاع خليل، من الشرح تاع الدردير على مختصر العلامة خليل. هذه فقط سلام ورحمة الله، هذه فقط يعني بين قوسين نتكلموا على ضمان تاع النظام الإسلامي فيما يتعلق بالتشريعات، خاصة المتعلقة بالأسرة، لأن الأسرة بالنسبة للإسلام هي خلية أساسية، أو هي مكتفة للعلاقات الإنسانية أو العلاقات الاجتماعية، أعطاها عناية خاصة ووضع كثير من التفاصيل التي تحميها، ولم يترك ذلك الاجتهادات البشر. اسمح لي أستاذ،
كنا تكلمنا في الحصة الماضية، تكلمنا على النظام الإسلامي فيما يتعلق بالأسرة. قلنا باللي سهل الزواج ووضع طريقا طويلا للطلاق، ووضع ضمانات كافية لاستمرارية الأسرة. لأن الإسلام يؤمن بدوام، أو الإسلام يرى أن العلاقة الأسرية هي علاقة دائمة، يعني تتميز بالدوام. ولهذا الفقهاء يقولوا الإنسان الإنسان اللي صرح في العقد، يعني يدير له أجل، يقول بلي أنا أتزوج بفلانة مثلا شهرين ولا 3 شهور لعام، يقول لك فالنكاح ديالو باطل، يعني عند الفقهاء تاع السنة. إذن هو ينظر إليها على اعتبارها مؤسسة دائمة أو مؤسسة تتميز بالدوام. حفها بمجموعة من القوانين، ولكن هذه القوانين هي قوانين غير مرهقة، وهذا خلاف ما هو موجود مثلا في الأنظمة الغربية، حيث صعبوا الزواج باش تتزوج مشكلة كبيرة، ومن بعد لاحقا أرهقوا العلاقة الزوجية بالقوانين. تتدخل الدولة بشكل سافر ومبالغ فيه في هذه العلاقة. الإسلام لا، الضير لما تروح مثلا عند واحد ضيف في داره ما تصليش، صاحب الدار هو اللي يصلي، احتراما لسلطة الأب داخل العائلة، إلا إذا كان أعطاك الإذن. يا أخي القاعدة العامة: قل يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، يحفظ القرآن على فترة هو يصلي، عادة هو الإمام. ولكن الإسلام لما تروح ضيفا عند واحد هو اللي يصلي بك، إلا إذا تنازل عن حقه لشخص آخر. هنا باش تشوف باللي الإسلام ما حبش يدخل روحه كامل في التفاصيل، أعطى للرجل سلطته ولم يرهق هذه العلاقة بالتكاليف والقوانين إلى آخره. خلاها العلاقة هذه تسيرها قلنا المودة والرحمة والعطف والتضحية. ماشي القانون هو اللي يسير هذه، من جنرالمون القانون لما يتدخل في كثير من الأحيان يقدر يفسد أكثر مما يصلح. شوفوا مثلا احنا في السنوات الأخيرة كاين جلسات تاع الصلح في المحكمة، لما واحد يعني قدر الله يقرر الطلاق يروح المحكمة يقولوا لازم نديروا جلسة تاع الصلح. جلسة الصلح تندار قبل المحكمة، إذا كان صاحب تحت المحكمة شكون هذا المرأة اللي تلحق بالمحكمة يقبل أنه يدير صلح معها، خلاص فرط ذلك العقد من عاشر. إذن هذه الأسرة، هذا النظام الذي وضعه الإسلام لحماية الأسرة. علاش؟ لأن الأسرة عندها مجموعة من الأسرة في الإسلام عندها مجموعة من الوظائف. كنا تكلمنا على عجالة في الدرس الماضي، قلنا الوظيفة الأولى والأساسية ديالها هي إعادة الإنتاج، هي الذرية الصالحة أو ضمان استمرارية النسل. هذا هو الجانب البيولوجي فيها، هذا هدفه البيولوجي، أحد أهدافه. عندها الهدف الآخر وهو هدف التربية والتنشئة. قلنا كل الانحرافات اللي موجودة في المجتمع، الانحراف والصلاح خارج من الأسرة. إذا كان لقينا نسبة تاع الجريمة ارتفعت، نسبة مثلا تاع أي شيء من الظواهر السلبية ارتفعت في المجتمع، عرف بلي كاين هناك خلل في الأسرة. وحقيقة إن كثير من الظواهر اللي نشوفوا فيها هو ناتج عن ما نسميه الخلل الوظيفي، الديسفونكسيونمون نتاع العائلة أصبحت لا تؤدي وظيفتها بالطريقة السليمة. إذن أحد وظائفها اللي تعتبر وظيفة أساسية ومهمة جدا جدا هي التنشئة والتربية. العائلة يعني من الأهمية ديالها أن العائلة يمكن أن تقوم مقام الدولة، تكون رافضا من روافدها، ويمكن أن تكون وسيطا بين المواطنين والدولة، ويمكن أيضا أن تكون بديل للدولة. تقدر تنهار الدولة، إذا ما نهارتش الأسرة المجتمع ما ينهارش. وهذا حدث كثير في التاريخ، أقربها هو الاستعمار الفرنسي لبلادنا سنة 1830. السلطة المركزية في العاصمة انهارت، ولكن المقاومة استمرت. آخر المقاومة أظن سنة 1912 مع التجنيد الإجباري، يعني سنوات، حوالي 80 سنة تاع المقاومة. علاش؟ لأن الأسرة بقيت موجودة ومستمرة. أحد ميزات النظام التركي اللي كان موجود في الجزائر أنه أعطى الحرية قصر في كثير من الأمور، ولكنه من إيجابيته أنه أعطى الحرية
في المجتمع التنظيمات اللي كانت موجوده، سواء كانت الطرق الصوفيه ولا كانت الاسره، لم يتدخل فيها، بل تعامل معها كما هي، حافظ على وجودها. وهذا اللي فرنسا لما دخلت عرفت باللي ان السبب الرئيسي للمقاومات هو هذه الاسره في صورها الكبيره، لان الاسره تقدر تكون صغيره، تقدر تكون نسميها الاسره العائله الممتده فيها جيلين او ثلاثه، وكذلك القبيله هي عباره عن اسره كبيره. كل المقاومات كانت تقودها القبائل، عطشه، الشعانبه، لفظ منصومر في القبائل الكبرى في جورجيا الى اخره. كل هذه المقاومات اللي كانت تقودها الاسره. اذا انهارت الدوله، ولأن الأسرة بقيت محافظة على وجودها أو بقيت موجودة في المجتمع انهار. كذلك الأسرة يمكن أن تقوم بوظيفة الدولة، بوظيفة المدرسة. تقدر المدرسة تروح ما كاش مصرفي كوفيد، ولكن المجتمع استمر، والوظيفة التعليمية استمرت داخل البيت. ولكن الدولة والمدرسة لا يمكن أن تكون مقام الأسرة. ما تقدرش تكون في بلاصتها. هذا باش نشوفوا الأهمية. نشوفوا واحد الجانب اللي هو الوظيفة تاع الحماية. الأسرة توفر لأفرادها الحماية، توفر لهم الحماية. تتذكروا في البيريود تاع كوفيد، خاصة عندنا طائفتين اللي راهم أربعة ولا ثلاث طوائف، اللي راه الله أربعة. عندك الأطفال، عندك المرأة أو الفتاة، وعندنا المسن. هذو اللي راهم كما نقولوا لي كاتيجوري فراجل، اللي راهم ضعاف يتاثروا. اذا شكون اللي يحميهم؟ اللي يحميهم هي الاسره. ولكن عندما غابت الاسره في بعض المجتمعات، واش صارت فيهم كارثه. تذكروا في كوفيد، لما صارت كوفيد، اكثر من 40% من نسبه الوفيات في اوروبا هم الشيوخ اللي كانوا في دور العجزه، هربوا وخلوهم. ولكن هذه الاشياء ما تسجلتش مثلا في المجتمعات تاعنا، وين الاسره كانت موجوده وقائمه. تلقى داخل الأسرة تلقى مثلا واحد ويخدم، أب مثلا لو في 60 سنة و 70 سنة كان يشقى مهاجر في فرنسا، عنده البونسيون ولا لا روتريت ديالو تاع فرنسا، ينفق على 4 و 5 تاع ولادو في الدار، متزوجين، ياكلوا ويشربوا هما وولادهم وساكنين، كل واحد عنده ابارتمون. هذه ما تلقاهاش في المجتمعات التي لا توجد فيها الأسرة. علاش؟ هذيك العلاقة تاع المودة والرحمة، ماشي تاع المحاسبة، لا موجود. وهذا أصبح إشكال كبير مثلا في المجتمعات الأوروبية. راهم عندهم أظن حوالي نسبة المسنين، يعني اللي يتجاوزوا 65 سنة في المجتمعات تاعهم، حاليا راه يتمثلها سنة 2014 كانوا حوالي 12% في المجتمعات الغربية. قال لك سنة 2050 يلحقوا حتى 36%. بالنسبه لي هذا عيب كبير. ولا تتذكروا الفيديو هذاك في الايام تاع واحد اظن في هولندا ولا في كندا، في الايامات هذوك تاع كوفيد، ودار فيديو انتشر بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، يقول هذه كوفيد هذا نعمه جابوا ربي، جابتها الطبيعه كما يقولوا هما، باش نتخلصوا من الشيوخ هذو اللي راقدين ويديو في الدراهم. هذه العباره يعني كيف ينظر الى أبيه وجده وعمه، ولا يكون حتى عمه. هذا يعني يلخص لك التصور تاعهم. لا. وحاليا يقولوا باللي راهم ينفقوا حوالي 1.4% من الناتج المحلي تاعهم ينفقوه على الرعاية الصحية للمسنين. 1.4%، ويقول لك تقدر توصل 16% الرعاية الصحية فقط للمسنين. 6.4% من الناتج المحلي، وهذا بالنسبه لهم يعتبر مبالغ كبيره وضخمه. قال لك لازم نبحثوا على البدائل. من البدائل اللي مطروحه قال لك لازم نعاودوا نرجعوا للرعايه الاسريه. الشيوخ هذو لازم تولي الاسره ديالهم هي اللي تكفل بهم، ولكن للاسف هو يهضر ما يقدرش يولي، لان الاسره عنده هو فككها، ما بقاش الاسره. ونهضروا كذلك على كثير من الاشياء الاخرى اللي ممكن تضر، مثلا انتشار مثلا الدعاره القاصرات. في الأوروب تحت 18 سنه تقرا ما يصرفش عليه بابا، الله يسهل عليه، شوف وين تصرف خدم ولا شغلك، هذا ماشي شغلي. بصح حنا تلقى مثلا في العائله 4 بنات ولا 5 بنات الله يبارك يقراو كامل في الجامعه، وحده تقرا ميديسين وحده تقرا اركيتكتور، هادو اللي يحتاجوا دراهم كبير كل يوم، لازم ماتريال الى اخره الى اخره. وبوها مسكين يشقى ولا خوها يشقى،
وينفق عليها وهو فرحان ويرى في ذلك قربة من القربات الله سبحانه التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. من بين أيضا الوظائف نتاع الأسرة هي تمتين العلاقات الاجتماعية، ولا نقدروا نقولوا الأسرة هي بؤرة للعلاقات الاجتماعية القاعدية. عندنا فيها 3 أنواع من العلاقات اللي تعتبر هي العلاقات الأساسية، الفونداسيون تاع لي رولاسيون سوسيال ولا تاع لي سوسيال في المجتمع، هي الركيزة الأساسية لهذه العلاقات. العلاقات الأخرى تتفرع عنها أو تحيط بها. عندنا العلاقات المبنية للنسب، الآباء، نقول الآباء يعني بما فيهم الجدود، باباك بابات باباك جدو إلى آخره. عندنا الأبناء، هذو نسميوه العلاقات تاع النسب، الأبناء. عندنا العموم، الأخوال إلى آخره إلى آخره. عندنا أيضا العلاقة الأخرى اللي هي العلاقة تاع المصاهرة، والإسلام رفع العلاقة تاع المصاهرة إلى تقريب نفس المرتبة تاع العلاقة تاع النسب. وعندنا علاقة واحدة أخرى اللي ربما ما تلقاوهاش حتى في ثقافة واحدة أخرى، وهي العلاقة تاع الإرضاع، أختك من الرضاعة، أخوك من الرضاعة، وإمك من الرضاعة إلى آخره. وتجد هناك علاقة وطيدة بين الرجل وبين التي أرضعته أو أخته من الرضاعة وأخيه من الرضاعة. داير تلقى مثلا عندنا في المنظومة الإسلامية ترى في الألفاظ اللي تتعلق مثلا الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، تروح ثقافة أخرى دومي فرير، دومي سور، دومي كذا دومي كذا، أونكل باترنال، أونكل ماترنال. يعني تلقى باللي ماهيش متحكمة في العلاقات الاجتماعية كما ينبغي أن تنظر إليها من الناحية اللغوية نظرة سطحية وغير دقيقة. على اعتبار قلنا هذه الأسرة. من بعد في العلاقات الاجتماعية نتكلموا على رمضان، لأن قلنا من بين الأشياء اللي رمضان يعلمنا فيها قلنا هو تمتين العلاقات الاجتماعية وإذابة الفوارق، نص في المسجد كامل مع بعضها، الغني والفقير، العالم والجاهل، يعني كل الفئات الاجتماعية تصلي جنبا إلى جنب. وفي هذا الفضاء هذا المبارك، في هذا الفضاء الذي ترعاه عناية الله، في هذا الفضاء كل الفوارق تزول. تخرج من باب المسجد الله يسهل عليك كيفاش تكلاصي روحك، ولكن هنا كل الفوارق تزول في هذا الفضاء. وبذلك فهو يمثل العلاقات الاجتماعية. قلنا العلاقات داخل الأسرة والعلاقات المحيطة بالأسرة. لما نخرج من الأسرة نلقاو مثلا الجار، ما تلقاش في الثقافة تروح ثقافة أخرى يتكلم لك على الجار، والله ما على بالو هذاك الجار ديالو. داير تعرفوا على الحالات تاع الوفيات، السيد يموت كبير في الدار معاه كلب، ما كان حتى واحد حتى تخرج الريحه تاع الجثه تاعو، تخرج الكولوار ولا يشوفوها الجيران باش يعيطوا لي بومبي يجيو يخرجوه. يعني ما تصراش هذه، ما تصراش عندنا يعني الا نادرا. يموت الرجل عندنا وهو محاط بمجموعه من الاسود الله يبارك تاع اولاده وبناته دايرين به، واحد يسقم له في المخده، واحد يلقنه في الشهاده، واحد كذا الى اخره. ما تلقاش في ثقافه في ثقافتنا اخرى. اذن قلنا يرتقي يوسع هذه العلاقه من العلاقات الاسريه الى العلاقات الاخرى، العلاقه تاع الجار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. في الإسلام الجار عنده قيمة كبيرة وكأنه جزء من العائلة. ومن بعد نروحوا مثلا من الجار إلى الصداقات الحقيقية التي تقوم على المودة والإخلاص والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. إن من العظمة تاع الدين هذا أنك حاجة عادية تنوي برك النية أنها لله تصبح عبادة تدعي عليها الأجر. عندك واحد السيد تحبه وتنويه باللي راك تحبه فقط لوجه الله، ما عندك حتى مصلحة معه، هذه تكون لك قربة يوم القيامة يحسبها الله في ميزان الحسنات. وبل درجات كبيرة من الذين يضلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، الناس كامل العرق والسخانة إلى آخره، تنزل الشمس إلى فوق الرؤوس إلى آخره، من الذين يضلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. شخصان تحابا في الله،
زوج، ماشي المصلحة اللي جمعتهم علاقة اجتماعية فقط. ومن بعد يخرج الإسلام من هذه العلاقة. قلنا من العلاقة الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إذن قلنا الإسلام بعظمته أعطى أهمية كبيرة للعلاقات الاجتماعية، لأنها هي المجتمع. يعني في غياب العلاقات الاجتماعية يعلي ركاب من الأفراد، المغرقة دي زندفيدي، مجموعة من الأفراد لا يمكن أن نسميه مجتمع. لأن كاين اللي عرف المجتمع يقول العلاقات الاجتماعية. لما نقول المجتمع يقول المجتمع يكمن في هذه العلاقات الاجتماعية. نشوفوا مثلا كيفاش الإسلام يتكلم مثلا عن العلاقة تاع القربة، علاقات القرابية داخل الأسرة. الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته. من أراد أن يوسع له في رزقه وينسأ له في عمره، ربي يزيدك في العمر تاعك. كنت راح تموت في 60 سنة يزيدك الله سبحانه وتعالى 70 سنة. ينسى، وهذا تقدر تكون بالمباركة، يعني تعيش حاجة قليلة وتحقق أشياء كثيرة في حياتك، يعني الزيادة المادية والزيادة المعنوية. فليصل رحمه، صلة الرحم اللي هي توطيد العلاقات الاجتماعية داخل الأفراد تاع الأسرة. خارج الأسرة وش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن العلاقات الاجتماعية؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. القطيعة في العلاقات الإنسانية. وتشوفوا رغم أن الكذب يعتبر من الكبائر في الإسلام، إلا أنه رخص فيه ديننا الحنيف إذا كان هدفه الإصلاح ذات البين. زوج متخاصمين متفاتنين ما يهضروش مع بعضهم، تروح تقول له لا هضر في الكلام تاع خير، وكان يقول باللي السيد هذاك غير هو اللي لقيته في المحن نتاعي، وباللي هذاك إنسان فاضل، باللي هذاك راجل ما كاش اللي كيفه، ما قالهاش. إذا رخص الإسلام باش تشوف العظمة نتاع العلاقات الاجتماعية والأهمية التي أعطاها الإسلام لهذا الأمر، رغم أن الكذب يعتبر من الكبائر، إلا أن الله سبحانه وتعالى رخص فيه لإصلاح ذات البين، لأن فساد ذات البين هو النهاية تاع المجتمع. أيضا وضع الإسلام مجموعة من الشروط للحفاظ ومن القواعد للحفاظ على العلاقات الاجتماعية ولتوطيدها، من بينها إفشاء السلام. الإنسان لما يلقى واحد يمر عليه يفشي السلام، عدم الاستمرار في قطيعة فوق 3 أيام بين شخصين مسلمين محرمة،
وخيركم الذي يبادر بالسلام، اللي يبدا هو الاول. حنا عندنا شغل عيب، تقول له لا هذاك السيد والله ما نقدر، بصح في الاسلام لا، الانسان الاعظم والاكبر وصاحب الهمه العاليه والخلق الرفيع هو الذي يبادر بالتحيه والسلام. ايضا نهى عن الظن بالناس، اتهام الناس بالباطل، لان ذلك يؤدي الى تخريب العلاقات الاجتماعيه وجعلها كبيره من الكبائر. وحتى على حسن الظن بالناس والنظرة إليهم نظرة إيجابية. داوي الإسلام كاين بعض الأحيان واحد الناس ملي تلقاه وهو ما بقاش الخير، الناس كامل منافقين، الناس فيهم الشر، هادو ما يستاهلوش، هادو كذا. هذا خطاب لا يليق، ما يقولوش واحد مسلم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم الرجل يقول لقد هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. هذا السيد هذا غير هرب منه، هذا اللي نهار كامل ما يحمد ربي، ما يشوف الناس بالخير، غير تلقاه هرب. وحتى مثلا في الدراسات الحديثة في علم النفس في بعض السيارات يقول لك هذا السيد هذا كي تلاقاه يبومبي لك، يشرب لك الطاقة الإيجابية ويشحنك بالطاقة السلبية، يسود لك النهار تاعك، تلقاه السلام عليكم وبدل الطريق. علاش؟ لأن المؤمن ينظر إلى الناس بالرحمة وبالعطف ويحسن الظن فيهم حتى يثبت هناك دليل يثبت باللي أراه هذا السيد هذا خارج على الطريق ولا يخدم خدمة ماشي مليحة. والأولى هو نصحه قبل أن الإنسان يروح إلى أشياء أخرى. إذن شجع أيضا على الثقة بين الناس. الإسلام شجع على الثقة، ما تمشي الناس بلا دليل. وهذه الثقة تعتبر من القواعد الأساسية للحياة الاجتماعية. لو كانت تروح الثقة ما نقدروش نعيشها مع بعضنا، ما نشوفوهاش، ولكن هي موجودة. تروح لعند الطبيب يعطيك أوردونونس، ما على بالكش واش عطاك، بالك الدواء هذاك يقتلك، بالك الدواء هذاك إلى آخره. ولكن مبدأ الثقة الذي تنبني عليه العلاقات الاجتماعية هو اللي يخليك دير كونفيونس في الطبيب هذا وتروح تشري الدواء هذا تشرب. تروح لعند الكوافير في يدو الموس وتعطي له الركبة تاعك. إذن مبدأ الثقة هو مبدأ أساسي حرض عليه الإسلام وثبته ونبهنا إليه، لأنه أساس العلاقات الاجتماعية أو تمتين العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة. إذن قلنا حسن يعني باش نحافظوا على العلاقات هذه اللي هي مهمة في بناء المجتمعات القوية، هي المجتمعات المترابطة واللي عندها علاقات اجتماعية قوية. قلنا إذن مبدأ حسن الظن بالناس وعدم الإساءة بهم، الثقة وعدم الاتهام إلا بالدليل، حسن الظن، التماس الأعذار للناس فلربما للإنسان عذره، الابتعاد عن مواطن تاع الشبهات. الإنسان ما حدش يروحوا في مكان تاع الشبهة باش الناس ما تهضرش فيه، لأن كل ذلك يؤثر على العلاقات الاجتماعية. وكذلك التواصل من خلال التواد، من خلال الهدايا، من خلال اللقاء في المناسبات إلى آخره. كل هذا من القيم التي حرص الإسلام عليها ونبهنا لكي نمثل العلاقات الإسلامية التي تعتبر إحدى مقاصد هذا الدين. لم يبقى لي إلا أن أستسمحكم ربما على الإطالة. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهديين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم تقبل منا الصيام والصلاة واجعلنا من المرحومين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. مثلا سنين أستاذنا مسعود قريمش بارك الله فيك عفوا والنقيم كي زار بسخاء بربح مثلا سميتي كما نقيت ولدي 60 غاف الفضران مسكو سكين مسكو ساد 120 دينار 12000. الفدية هي 10000 أكد 20000 ويدي كان رمضان زمان راه الثرن
الفدية هنا يجسد سيد ربي عز وجل يويد الذين لا يرجى برؤه، يعني ولازم لنا يسد الطبيب باللي ولازم لنا كان يوزن افين هكا 10 سنين هكا 15 سنه المرض دي كرونيك هذه يفدو فلاس ما ذوي مرقق الحال خلصنا 10000 ما ذوي لابس بهم خلصن 20000 في اليوم بس من بعد الفدية كينا سبقا ديال البداية لقد صفر دي 27 دي 28 دي ساعة ما إلا وجدنا راه غادي يخلص راه ساعة ديك فوسي سكان سكواس الماء رمضان دي تدون المهم إلا قالت الديال في رمضان وسكواس دي تقيم إذا قبل لازم تخلص بار فاسيليتي لازم تخلص بار طونش لازم تفكر في كلت المهم 10000 في ونص إيزاولية نكي يزمينا راه 20000 ويدي لان لاباس بهم الفضرة الجماعة غيورغانيزي تدمير سكواس ابارتيرو سكا ناقص سكا ادخل من تصندوق ثلاثيني ويلي بغان ادفكن الفضرة نسن زكاة الفطر نسن غير صندوق يقبر الجماعة تيكيما خاطرو الجزارة الى الجماعة زكاة الفطر والجزارة الى الجماعة يجات الدرجة اي مغبن يوكل السفيدان يس ديال العيد يوكل ذا عقدان تسيس الفدية نزمر تنفك أبعد الشيخ الرحمة إلى ذاك مطعم الرحمة يجي أقص يتدي في كلمة مطعم الرحمة خاطر الجامعة يتدي أورغانيزين في الديماغمون بيان سور لاسوسياسيون روليجيوز يقدر يدس ألور وين ينوان الفدية يجينا أتدي فيك مطعم الرحمة يجي أتقرب الغرنا على كل فيد بوسيبل وجزاكم الله خير يعني هذا اسم احتكال وين موت تشكل نغيف المال مسد تقريبا زاد تاع الغرنا نسفهم بارك الله فيكم.